كل واحد فينا عامل لنفسه خطة ماشي عليها. الخطة دي ممكن تتغير في أي لحظة وفي أي وقت، بس في حاجة عمرها ما هتتغير، اسمها الخطة الإلهية أو خطة ربنا لينا. أنا مش عارف ليه الجملة دي معلقة في دماغي بقالي فترة، وقررت أكتبها وأقولها هنا دلوقتي. بس عموما، لو أنت الدنيا ملخبطة معاك ومش فاهم ليه كل ده بيحصل لك، أو أنت قلقان من مشكلة متوقعها، أو أي حاجة مش مريحاك، اعتبر الكلام ده إشارة من ربنا ليك. ما تخافش، الخطة مرسومة لك لمصلحتك، ومش هتفهم ده إلا في المشهد الأخير، وساعتها بس هتفهم إن كل اللي بيحصل لك كانت خطوات محددة في خطة خير رسمها لك الله عز وجل. ففك وشك كده وصلي على النبي، وروق وسيبها على الله، وإن مش كل اللي بيلمع دهب ولا كل الغامق طين. وافتكر دايما إن في النهاية ربك هيراضي الجميع. أحمد كمال.